ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وافضل حال يا رب. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كده الكبسة السعودي بالفراخ والمكسرات، حاجة كده بقى ايه خطيرة. يلا بينا على الطريقة. معانا هنا 4 وراك مغسولين بمية وخل وملح وليمون، وتسيبيهم يتصفوا كويس جدا. بعد كده بقى بتجيبي حلة تنزلي فيها بمعيار الزيت بتاعك، تحطي الزيت على حسب كمية الفراخ بتاعتك، عشان احنا هنبتدي هنا ندي للفراخ بتاعتنا صدمة بس. هنا بقى حطيت الزيت كده بيتقدح شوية. بعد كده جبت الوراك بتاعتي ابتديت انزل بيها. وهسيب بقى الوراك تاخد ايه لون كده. هنا بقى جبت التوابل بتاعتي، معايا الرومي ولورا وعيدان قرفة وبهارات كبسة وملح وفلفل اسود، بتنزلي بيهم كلهم على الفراخ. وبتكوني عاملة مع عصير طماطم برضو كوباية بتنزلي بيها عليهم، وبصلاية. كل ده بتنزلي بيه على الفراخ كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بتسيبيها تتسبك بس. هنا كده ابتدت بقى تتسبك معايا، وقلت بقى احط الميه عليها عشان خاطر الفراخ ايه تاخد غلو. بتسيبي الفراخ يعني تستوي كده في حدود نص ساعه بس. هنا كده كانت الفراخ بقى خلاص بتستوي معايا. بصوا الشكل كده كانت خلاص خلصت. ابتديت بقى ان انا اطلعها واحطها في صينيه عشان انا هدخلها الفرن. طيب تمام كده. انا كده كنت خلاص طلعتها وهحط بقى عليها سمنه على الوش كده زي ما انتوا شايفين، ودخلتها الفرن. جبت بقى حله تانية للرز، دي ابتديت برضو حطيت فيها زيت. وبتجيبي بقى كاري وكركم زي ما انتوا شايفين كده، دي معلقه من الكاري ومعلقه من الكركم. تبتدي تنزلي بيهم مع الزيت وبتبتدي تقلبيهم عشان خاطر ايه يدوبوا في الزيت كده بس. ومعايا بقى جبت رز، ده نص كيلو رز بسمتي، غسلته كويس جدا. وبعد كده نزلت بيه على التوابل، وبتبتدي تقلبي فيها عشان الرز يتشرب ايه الكاري والكركم. طبعا بقى الشوربه اللي انا عملتها ديت هي دي بصفيها كويس جدا، وباخدها بقى هي فيها كل حاجه، فيها البهارات زي ما انتوا شفتوا كلها، والملح وكل حاجه كانت متظبطه. هبتدي بس انزل بيها ايه على الرز زي ما هتشوفوا معايا. تبتدي تقلبي الرز كويس جدا، او اهم حاجه تقلبي الرز حلو وتسيبيه ايه على النار شويه ايه يتشرب كده من التوابل بس. بعد كده بقى بتحطي الشوربه بتاعتك زي الرز العادي جدا المصري، مفيهوش اي حاجه يعني. هما نفس الطريقه ونفس السوا وكل حاجه. بتسيبي الرز يتشرب، وبعد كده لما الرز البسمتي يتشرب معاكي بتوطي عليه، وكده بيبقى جاهز معاكي ومفيهوش اي حاجه. ده بقى اللوز بتاعنا، انا كنت سلقته وقشرته، بتقطعي اللوزات اتنين كده وحطيت عليها معلقه سمنه. ده برضو الزبيب بس مش هحط دلوقتي. هنا كده الرز كان استوى وكنت طفيت عليه، كان طالع والله تحفه جدا. ده بقى اللوز. بصوا بقى هنا كده اللوز بتخليه على النار معلقه سمنه، وما بتحطيش معاه الزبيب على طول يعني، عشان الزبيب ملوش روح، بيستوي بسرعه على طول فممكن يتحرق معاكي. فانت خلي اللوز ياخد لون كده ويصفر، وبعد كده تبتدي تنزلي بالايه بالزبيب زي ما انتوا شايفين معايا، عشان ايه يبتدوا بقى ايه ياخدوا اللون مع بعض. هنا بقى بتبتدي تقلبي فيهم كده مع بعض وايه وبيجهز على طول معاكي، بيكون يعني ما بياخدش وقت على النار يعني، هو سريع. هي دون ممكن تحطش وممكن تستغني عنه لو مش عايزه. برضو الفراخ كنت طلعتها من الفرن. وهنا بصوا بقى الزبيب كان خلص. وبدي بقى ان انا غرفت الكبسه بتاعتي. بصوا جمالها، ريحه تحفه، شكل روعه، حاجه كده جنان والله. واكله بسيطه وسريعه، وعايزه اقول لكم ما اخدتش مني وقت، خلصت بسرعه جدا يعني. بصوا الجمال بقى والريحه، مش عايزه اقول لكم عامله ازاي يعني، جميله جدا. ولو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتقولوا رايكم في الكومنتات عشان يوصل لكم مني كل حاجه جديده انا بقدمها. السلام عليكم.